السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض ملحق كتاب الامتحان مادة الدراسات الاجتماعية الصف الأول الإعدادي من صفحة 30 إلى صفحة 34. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول لك رتب الأحداث. طبعا التدريبات اللي قبل كده احنا حليناها على القناة يا شباب، خلاص هتلاقوها على القناة، الفيديو بتاعها هتلاقوه على القناه. نقول بسم الله. بيقول لك رتب الاحداث من الاقدم للاحدث، يعني من القديم للحديث. اول حاجه هنا هتقول له حفر قناه سيسوستريس، تاني حاجه هتقول له بناء سد اللاهون، تالت حاجة معركة مجدو، رابع حاجة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. طيب رقم 2 هتقول له أول حاجة إنشاء حصني قمنة وسمنة، تاني حاجة هتقول له غزو الهكسوس لمصر، تالت حاجة هتقول له هزيمة أمير قادش، رابع حاجة هتقول له بناء معبد أبيدوس. طيب السؤال الثالث هتقول له أول حاجة بناء هرم زوسر المدرج، تاني حاجة نقل العاصمة إلى إسيتاوي، رقم 3 هتقول له دعوة إخناتون الدينية، رقم 4 معركة قادش. طيب السؤال الرابع هتقول له أول حاجة الوحدة التاريخية لمصر، تاني حاجة إرسال رحلة بحرية لبلاد بون، لا بناء الهرم الأوسط الأول، وبعد كده إرسال رحلة بحرية لبلاد بونت، رقم 4 عقد معاهدة سلام مع الحيثيين. طيب رقم 5 هتقول له أول حاجة بناء الهرم الأكبر، تاني حاجة نحت تمثال أبو الهول، 3 هتقول له تأسيس الأسرة الثانية عشر، رابع حاجة هتقول له الدعوة لعبادة إله واحد. طيب يلا يا بطل بما تفسر. انا مصغره خطي عشان خاطر انا مش عايزه اكتب في ورقه خارجيه، يبقى كله في الكتاب. انا عايزك دلوقتي ممكن تكتب في ورقه خارجيه، اما تصغر خطك زي كده خلاص. يلا يا بطل. السؤال الاولاني بيقول لك بما تفسر اهتمام ملوك العصر العتيق بالطرق الصحراويه ليه. هتقول له لتامين التجاره المره بها، لتامين التجاره المره بها. اهتمام المصري القديم بنحت التماثيل الملكيه، هتقول له بسبب اعتقادهم في قدسيه الملك، بسبب اعتقادهم في قدسيه الملك. و السؤال الثالث قيام الملك أوناس بكتابة نصوص الأهرام على جدران على جدران حجرة الدفن داخل الهرم، هتقول له بهدف حماية الملك من الحياة الأخرى، بهدف حماية الملك في الحياة الآخرة. طيب تسمية الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب، هتقول له لأنه كان ملك عظيم معادل في رعيته. طيب قيام المصريين بثورة عارمة في أواخر عصر الدولة القديمة. ليه المصريين عملوا ثورة في أواخر عصر الدولة القديمة؟ هتقوله بسبب ضعف السلطة المركزية وازدياد نفوذ الحكام الأقاليم وزيادة الأعباء على الفلاح المصري. يبقى بسبب ضعف السلطة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم وزيادة الأعباء على كاهل الفلاح المصري. تعد فترة حكم الملك منتحتب الثاني بداية المجد الأسرة 11. ليه؟ هتقوله لأنه سيطر على الوجه البحري والوجه الإبلي بعد انتصاره على ملوك أهناسيا في الشمال. يبقى ليه فترة الملك منتحتب الثاني بداية المجد الأسرة 11 أو 11؟ تقوله لأنه سيطر على الوجه البحري والإبلي وبعد انتصاره على ملوك أهناسيا في الشمال. طيب قيام الملك امنمحات الأول بنقل العاصمة إلى إسيتاوي، هتقوله لتكون في موقع متوسط بين الوجهين البحري والإبلي حتى يسيطر على كل أنحاء البلاد. لتكون في موقع متوسط بين الوجهين البحري والقبلة حتى يسيطر على كل أنحاء البلاد. قيام الملك امنمحات الأول ببناء الحصون على الحدود الغربية للدلتا. ليه؟ هتقوله بهدف حماية مصر من الغارات الليبية، بهدف حماية مصر من الغارات الليبية. هو كان بيبني حصون ليه على الحدود الغربية للدلتا؟ هتقوله بهدف حماية مصر من الغارات الليبية. طيب رقم 9 قيام الملك سنوسرت الثالث بحفر قناة سيسوستريس. ليه؟ هتقوله لتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل لزيادة حركة التجارة بين مصر وجيرانها. لتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل لزيادة حركة التجارة بين مصر وجيرانها. طيب رقم 10 إنشاء الملك سنوسرت الثالث سد اللاهون ومقاييس النيل، هتقوله عشان يخزن مياه الفيضان، لتخزين مياه الفيضان وحماية البلاد من المجاعة والتوسع في الأراضي الزراعية. يبقى ليه الملك سنوسرت الثالث يا أبطال أنشأ سد اللاهون؟ تاني مع بعض. لتخزين مياه الفيضان وحماية البلاد من المجاعة والتوسع في الأراضي الزراعية. ما يكون في مياه هيزرع خلاص، والازدهار والاقتصاد هيزدهر. طيب يلا يا حبايبي. بيقول لك هنا قيام الملك قاموس بحملة مفاجئة على أرض كوش. ليه الملك قاموس؟ في ناس تقول لك قاموس وفي ناس تقول لك قاموس، المهم انك تعرف تكتبها. قيام الملك قاموس بحملة مفاجئة على أرض كوش. ليه؟ هتقول له ليجبر أميرها على قطع الإمدادات التي كانت تصل للهكسوس عن طريق نهر النيل. يبقى ليه الملك قاموس قام بحملة على أرض
كوش هتقول له ليجبر أميرها على قطع الإمدادات التي كانت تصل للهكسوس عن طريق نهر النيل. يلا يا حبايبي، أقام ملوك الدولة الوسطى مراكز ومحطات تجارية على طول نهر النيل جنوبا، هتقول له التخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. يبقى التخزين رقم 11 انا عامل لك عليها سهمة عشان ما فيش مكان، يبقى التخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. طيب رقم 12 احنا قلنا 12. طب رقم 13 اهتم الملك تحتمس الاول بتطوير معبد الكرنك. ليه؟ هتقول له ليكون المعبد الرئيسي لمدينة طيبة. ليكون المعبد الرئيسي لمدينة ايه؟ طيبة. وجود تأثير متبادل بين مصر والحضارات الأخرى خلال عصر الدولة الحديثة، هتقول له بسبب الازدهار الحضاري لمصر وتطورها وأصبحت مركز تجاري حضاري متقدم. يلا يا أبطال، بيقول لك اتباع الملك تحتمس الثالث سياسات سلمية مع أمراء آسيا، هتقول له للحفاظ على إمبراطوريته في إيه؟ في تلك المناطق. طيب إحضار الملك تحتمس الثالث لأبناء الأمراء الآسيويين لمصر، هتقول له ليه؟ هتقول له بهدف تعليمهم العادات والتقاليد. أهو يا شباب مع السهمة اللي هو السؤال اللي تحت ده، هو رقم كام؟ رقم 16 أهو. يبقى بهدف تعليمهم العادات والتقاليد المصرية وغرس حب مصر في نفوسهم حتى إذا ما عادوا إلى بلادهم وتولوا الحكم يصبحوا من أتباعه المخلصين. يبقى ليه الملك تحتمس الثالث أحضر أبناء الأمراء الآسيويين لمصر؟ هتقول له بهدف تعليمهم العادات، احنا واخدينها في سنة 6 ابتدائي حتى. يبقى بهدف تعليمهم العادات والتقاليد المصرية وغرس حب مصر في نفوسهم حتى إذا ما عادوا إليها ينتموا إليها طبعا ويبقى ولائهم ليها وكمان يصبحوا من أتباعه المخلصين. سمي عصر رمسيس الثاني بعصر الإمبراطورية الثانية، هتقوله لأنه عمل على استعادة مصر لسيادتها على بلاد الشام وبعض جزر البحر المتوسط. لأنه عمل على استعادة مصر لسيادتها على بلاد الشام وبعض جزر البحر المتوسط. كده حبايبي حلنا صفحة كام؟ صفحة 30. ننتقل لصفحة 31. بيقول لك هنا يعتبر الملك رمسيس الثالث المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين. ليه؟ هتقوله لأنه استطاع هزيمة شعوب البحر المتوسط وتصدى للليبيين الذين هاجموا حدود مصر الغربية. يبقى ليه الملك رمسيس الثالث المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين؟ هتقول لأنه استطاع هزيمة شعوب البحر المتوسط وتصدى للليبيين الذين هاجموا مصر حدود مصر الغربية. ضعف ونهاية عصر الدولة الحديثة، هتقول له ضعف البلاد بعد انتهاء حكم الملك رمسيس الثالث. ازدياد النشاط التجاري بين مصر وافريقيا خلال عصر الدولة الحديثة، هتقول له بسبب اتساع الامبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة. سقوط الأسرة الرابعة والعشرين، هتقول له بسبب سيطرة الملك الكوشي على معظم أراضي مصر وتكوين الأسرة الخامسة والعشرين. ما النتائج المترتبة على اعتقاد الفنان المصري القديم في قدسية الملوك؟ هتقول له اهتمام المصري القديم بنحت التماثيل الملكية. طيب حاجة الملك سنفرو إلى الأخشاب، ايه اللي ترتب عليها؟ تقول له أرسل الملك سنفرو أسطول البحر مكون من 40 سفينة لجلب أخشاب الأرز. طيب زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر عصر الدولة الرابعة. ليه؟ النتائج اللي ترتبت عليها هتقول له سقوط الأسرة الرابعة ووصول أسر كاف لحكم مصر وتأسيس الأسرة الخامسة. يبقى ايه النتائج اللي ترتبت على زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر عصر الأسرة الرابعة؟ هتقول سقوط الأسرة الرابعة ووصول أسر كاف لحكم مصر وتأسيس الأسرة الخامسة. طيب ايه النتائج المترتبة على وصول أسر كاف للحكم تاني؟ هي هقول له تأسيس الأسرة الخامسة. طب قيام المصريين بثورة عارمة في نهاية عصر الدولة القديمة، هتقول له النتائج اللي ترتبت عليها انتهى عصر الدولة القديمة وبداية عصر الإضمحلال الأول. طيب النتائج اللي ترتبت على حالة الضعف اللي امتدت من الأسرة السابعة للأسرة العاشرة، هتقول له تعرض البلاد للغارات والانقسام. قيام الملك سنوسرت الثالث بحفر قناة السويس، هتقول له زيادة حركة التجارة بين مصر وجيرانها. وصول الملكة سبك نفرو لحكم البلاد، هتقول له أسست العديد من المعابد واستكملت بناء هرم والدها في هوارة. طيب وبنت هرم لها في دهشور. طيب ضعف الملوك بعد امنمحات الثالث، هتقول له تعرض البلاد للأطماع الخارجية ووقوعها تحت سيطرة الهكسوس. أعمال الملك قاموس العسكرية ضد الهكسوس اللي ترتبط عليها، هتقول له أكبر أمير كوش على قطع الإمدادات اللي كانت تصل للهكسوس عن طريق نهر النيل. طيب إرسال الملك تحتمس الثالث حملته العسكرية ل17 على بلاد كوش، هتقول له استطاع الانتصار على بلاد كوش وأقام إمبراطورية كبيرة امتدت إلى ما وراء الجندل الرابع.
تولى الملك توت عنخ آمون الحكم خلفا للملك إخناتون، هتقول له أعادت مدينة طيبة عاصمة للبلاد. يلا يا حبايبي، هنا بيقول لك هزيمة الحيثيين على يد الملك رمسيس الثاني، النتائج اللي ترتبط عليها هتقول له ايه؟ أبرمت أول معاهدة سلام في التاريخ، دولية مسجلة في التاريخ. طيب تدخل كهنة آمون بطيبة في شؤون الحكم بعد وفاة الملك رمسيس الثاني، ايه اللي ترتب عليه؟ هتقول له انتهاء عصر الدولة الحديثة وبدأ العصر المتأخر وتعرض البلاد للأطماع الخارجية. الصراع بين المصريين والكوشيين في عصر الأسرة الرابعة والعشرين، هتقول له سيطرة الملك الكوشي على معظم أراضي مصر وتكوين الأسرة الخامسة والعشرين. يلا يا حبايبي، بيقول لك ما المقصود بمتون الأهرام؟ هي شباب متون الأهرام هي مجموعة نصوص دينية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران الحجرات الداخلية للأهرام أهي يا حبايبي. طيب ما المقصود بعصر الإضمحلال؟ عصر الإضمحلال يا أبطال دي فترات زمنية في التاريخ المصري القديم سادت فيها البلاد حالة من ضعف سلطة الملك والحكومة المركزية، وانتشرت فيها الاضطرابات السياسية والاقتصادية. خلاص يا حبايبي. من هم الأكسوس؟ اهي رقم 3، هتقول له دي قبائل بدوية رعوية آسيوية قامت باحتلال وغزو مصر. طيب من ايه هي الإمبراطورية؟ اهي بيقولك الإمبراطورية هي ايه؟ هتقول له الإمبراطورية هي دولة كبيرة بتسيطر على مناطق وشعوب مختلفة تحت قيادة مركزية قوية وتتشكل عبر الفتوحات والتحالفات وتضم ثقافات متعددة. طيب ما المقصود بالابن الملك الكوش؟ الابن الملكي لكوش تقول له لقب أطلق على الذي يجعل المنطقة الممتدة من مدينة نبتة إلى شمال إدفو وحدة واحدة. يبقى لقب أطلق على الذي يجعل المنطقة الممتدة من مدينة نبتة إلى شمال إدفو وحدة واحدة. يبقى احنا كتبنا يا شباب دلوقتي ما المقصود بيه. طيب تعالى طبعا قارن بين معركة مجد ومعركة قادش من حيث الأطراف وأهم النتائج، والملك رمسيس الثاني والملك ابن محات الثالث من حيث العصر الذي ينتميان إليه وأهم أعمال كل منهما. دي في صفحة 119 يا حبايبي، لأن مفيش مكان إن احنا نحله مع بعض دلوقتي. طيب تعالوا مع بعض على صفحة 33. صفحة 33 يا حبايبي. ماذا يحدث إذا لم ينتشر بناء الأهرامات في عصر الدولة القديمة؟ هتقولوا لم يطلق على عصر الدولة القديمة عصر بناء الأهرام. طيب كانت أشجار الأرز منتشرة في مصر خلال عصر الدولة القديمة. هتقول له إيه اللي هيحدث إذا لم تكن أشجار الأرز دي منتشرة؟ هتقول له لم يرسل الملك سنفرو أسطول بحري إلى فينيقيا لجلب أخشاب الأرز. طيب تميز عصر الملك بيبي الثاني طول فترة حكمه بالقوة. هتقول له لم يقم المصريون بثورة عارمة ضده ولم ينتهي عصر الدولة القديمة. طب لم يهتم الملك سنوسرت الثالث بالتجارة؟ هتقول له لم يتم حفر قناة زيسوستريس. طيب رقم 5، فشل أحمس الأول في طرد الهكسوس من البلاد. هتقول له لم ينتهي عصر الإضمحلال الثاني ولم يبدأ عصر الدولة الحديثة. رقم 6، انتصر أمير قادش في معركة مجدو على الملك تحتمس الثالث. ايه اللي هيحصل إذا لم ينتصر أمير قادش في معركة مجدو على تحتمس؟ هتقول لم تستمر الإمبراطورية المصرية بآسيا. لم يتم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. هتقول له لم يتم اكتشاف كنوز أثرية لا مثيل لها ولم يعد توت عنخ آمون من أشهر ملوك الدولة الحديثة. طيب كانت فترة حكم الملك رمسيس الثاني بتتسم بالضعف العسكري. ماذا يحدث إذا بقى كانت الفترة دي بتتسم بالضعف العسكري؟ هتقول له لم يستطع الانتصار على الحيثيين ولم يقتصر يعقد الإمبراطورية الثانية. طيب بيقولك هنا لم يتمتع ملوك الأسرة السادسة والعشرون بالقوة العسكرية. هتقول له لم تستقل مصر من الكوشيين ولم يمتد نفوذ مصر إلى إفريقيا. ايه العلاقة بين الملك زوسر والعمارة الملكية؟ السؤال 17 انا حلهولك هنا في ورقة خارجية عشان مفيش مكان. ايه العلاقة بين الملك زوسر والعمارة الملكية؟ هتقول له تطور شكل العمارة الملكية من مصطبة الى عدة مصاطب اخذت شكل هرم مدرج مثل هرم الملك زوسر. طيب رقم 2، بناء نصوص الأهرام والملك أوناس. طيب هتقول له هنا يعد الملك أوناس أول من كتب نصوص الأهرام على جدران حجرة الدفن داخل الهرم.
ايه العلاقة بين ملوك الأسرة 11 ووحدة البلاد رقم 3؟ هتقول له حيث كان الملك منتحتب الثاني أول حاكم في طيبة بعد عصر الدولة القديمة، بيسيطر على الوجه البحري والإبلي بعد انتصاره على ملوك أهناسيا في الشمال. طيب يلا يا حبايبي، بيقول لك هنا السؤال الرابع، العلاقة بين امنمحات الثالث واتساع مساحة الأراضي الزراعية رقم 4. هتقول له أقام الملك امنمحات الثالث سد اللاهون لتخزين مياه الفيضان لاستخدامها في التوسع في مساحات الأراضي الزراعية. طيب رقم 5، أمراء طيبة والهكسوس. إيه العلاقة بين أمراء طيبة والهكسوس؟ هتقول له قام أمراء طيبة ببث الشعور الوطني وروح المقاومة لدى المصريين لمواجهة الهكسوس، واستطاعوا الانتصار عليهم في عهد أحمس الأول. كده حبايبي احنا حلنا السؤال بتاع ما العلاقة بين. طيب حدد بقى عمل تاريخي واحد لكل من الملك مينا اللي هو نعرمر. انا عايزة دلوقتي الملك مينا عمل ايه؟ هتقول له استطاع توحيد مملكتي الشمال والجنوب وأسس مدينة منيفر أول عاصمة موحدة للبلاد. طيب الملك سنفر رقم 2، سنفر اهو عمل ايه؟ انا مرتباهم بقى، شايفه نقراهم هنا مع بعض بقى. الملك سنفرو ده مؤسس الأسرة الرابعة، ولقب بالملك المحسن المحبوب، وأرسل أسطول بحري مكون من 40 سفينة لفينيقيا، وأرسل حملة ليعيد الأمن لحدود مصر الجنوبية. طب الملك زوسر ده مؤسس الأسرة الثالثة، وقام بتشييد الهرم المدرج بسقارة. الملك خفرع عمل ايه؟ هتقول له ده أمر بتشييد الهرم الأوسط، وأمر بنحت تمثال أبو الهول، ووصل فن النحت في عهده إلى قمته. طيب الملك خوفو هتقول له ده ثاني ملوك الأسرة الرابعة، وشيد الهرم الأكبر على هضبة الجيزة. طيب الملك مين منتحتب الثاني رقم 6 عمل ايه؟ أو أهم أعماله أو من هو؟ هتقول له ده نجح في توحيد البلاد بعد انقسامها، وقام بالتوسع جنوبا، وأرسل بعثة تجارية لبلاد بونت عبر الصحراء. طيب الملك امنمحات الأول عمل إيه؟ ده مؤسس الأسرة الثانية عشر، وطرد القبائل الآسيوية التي دخلت مصر عن طريق الشرق، وأقام سلسلة حصون على الحدود الغربية الدلتا. الملك سنوسرت الثالث رقم 8 ده من أعظم الملوك الذين قاموا بحملات عسكرية ناجحة لتأمين حدود مصر من جهة الشمال والجنوب، وقام ببناء حصني سمنة وقمنة عند الجندل الثاني، وأمر بحفر قناة زيسوستريس. يبقى دي أعمال الملك سنوسرت الثالث. طيب الملكة سبك نفرو أعمالها إيه؟ دي ابنة الملك امنمحات الثالث، وتولت حكم مصر عقب وفاة امنمحات الرابع، واستمر حكمها 4 سنوات، وأسست العديد من المعابد، واستكملت بناء هرم والدها في منطقة هوارة، وأنشأت هرم خاص بها بالقرب من منطقة دهشور. طيب مين الملك تحتمس الأول؟ هتقوله ده ضم مدينة نبتة إلى حدود مصر، واهتم بالعمران وشيد المباني، فعمل على تطوير معبد الكرنك. يلا يا حبايبي، الملك تحتمس الثالث. مين من ملك تحتمس الثالث وأعظم أعماله أو أهم أعماله؟ ده أعظم ملوك مصر في مجال الحرب والإدارة، وقاد 16 حملة عسكرية في آسيا، خاض معركة مجدو ضد أمراء آسيا، واهتم بأمور البلاد الداخلية، وأقام المعابد والمسلات. الملكة حتشبسوت دي من أشهر ملكات مصر القديمة، ودي أرسلت رحلة تجارية لبلاد بونت التي صورتها على جدران معبد الدير البحري. الملك رمسيس الثاني ده من أشهر ملوك الدولة الحديثة، أقام العديد من المسلات، وأبرم أول معاهدة سلام في التاريخ، وخاض معركة قادش ضد الحيثيين. طيب الملك توت عنخ آمون أعاد مدينة طيبة إلى عاصمة البلاد، وأعاد لعبادة الإله آمون مكانتها، حتى هو غير اسمه، كان اسمه توت عنخ آتون وحوله إلى توت عنخ آمون. رمسيس الثالث ده تصدى للليبيين الذين هاجموا حدود مصر الغربية، وأعاد تنظيم الجيش، ونظم البعثات التجارية لبلاد بونت، واهتم ببناء المعابد والتماثيل الضخمة. كده وصلنا لرقم 15 اهو يا حبايبي، يبقى دي رقم 15. ننتقل بقى للصفحة الأخيرة اللي هي صفحة ايه؟ صفحة 34. بيقول لك يا بطل، أمامك صورة بتعبر عن أحد الأحداث في مصر الفرعونية. في ضوء الصورة أجب أي عصر تم استخدام هذا السلاح الموضح في الصورة؟
تقول له في عصر الإضمحلال الثاني. اسم الملك اللي نجح في استخدام السلاح وانتصر على أعدائه الملك أحمس الأول. أمامك صورة لأحد آثار مصر الفرعونية، في ضوء العبارة أجب ما اسم هذا الأثر، هتقوله تمثال الكاتب المصري القديم. في أي عصر تم إنشاؤه؟ ده في عصر الدولة القديمة. حدد ما يعبر عن هذا الأثر، هتقوله براعة المصري القديم في نحت التماثيل. يلا يا حبايبي، دي صورة مين؟ دي تمثال أبو الهول، وده في عهد مين؟ ده في عهد الملك خفرع. طيب أمامك صورة زي ما احنا شايفين، دي صورة الملك توت عنخ آمون، وأسباب شهرته اكتشاف مقبرته كاملة حيث احتوت على كنوز أثرية لا مثيل لها. كده حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، أكون متشكرة جدا ليك، واستنوا مني باقة التدريبات، كل حاجة هتلاقوها على القناة في قسم الفيديوهات. أشوفكم على خير، ربنا ينجحكم جميعا يا رب، مع السلامة.